مشاهدينا احنا يسعدنا ان احنا يكون معانا بطل اريد رجل اياد نصار. ازيك يا اياد؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله الحمد لله. مبروك على تكريم النهارده. الله يبارك فيكي يا رب. بتتكرم عن مسلسل ايه؟ عن افراح القبه واعتقد 7 ارواح كمان. طيب عايزين نعرف بس انت، انا ليه قلت اريد رجل؟ لان كل البنات اريد رجل ده حاجه مهمه قوي عندهم. واريد رجلا يعني الحمد لله يعني كان في اصداء حلوه للمسلسل وردة فعل حلوه، بس ده كان السنه اللي فاتت. يعني السنه دي احنا ان شاء الله عن افراح القبه و7 ارواح. اياد، عايزه اقول لك احساسك ايه وانت جاي بتتكرم في مهرجان كبير زي مهرجان القنوات الفضائيه؟ والله التكريم دايما له طعم بالنسبه للممثل. احساس انه هو يعني قدم حاجه الناس استحسنتها وبيتكرم عليها. التكريم دايما بالنسبه للفنان بيحسسه كمقياس هو عمل ايه السنه اللي فاتت، بقى فين يعني كده. طيب ايه القادم ان شاء الله لاياد نصار؟ والله لسه انا بالنسبه لرمضان لسه ما استقرتش الحاجه، ولكن في مسلسل حجر جهنم هيبقى مع استاذ حاتم علي، وان شاء الله هيبقى بره سيزون رمضان. بس يعني رمضان لسه ما استقرتش على حاجه. لسه ما استقرتش على لا 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 لسه. طيب الف الف مبروك على التكريم، ومن نجاح لنجاح، ويا رب كل اعمالك تكرم فيها. الله يبارك فيك.